وقس على ذلك امور كثيره. بدايه القضيه كانت او بعد انتخابات 2009 قدم الاستجواب وتم اجهاض هذا الاستجواب بالاغلبيه الساحقه من سمو رئيس الوزراء. النواب ما ارتاحوا، ما مهده لهم بال، حاولوا بشتى الطرق انه يحرقونه. نعم. كل يوم الثاني هددوا باستجوابه، حاولوا يدورون محور، مره حاولوا يدورون محور انه خطه تنميه، مره والله بنستجوبه على شغلات باللغه الانجليزيه او عفوا الموسيقى، ومره كل يوم لهم سالفه. بس اليوم في كرامه مواطن. الحين جايك عليها كرامه المواطن. انا الخلاصه يات السالفه او القضيه اللي صارت في ديوانيه النائب الفاضل جمعان الحربش ياتم على طبق من ذهب، تم تضخيمها بشكل فظيع. زين طبعا تم دمج محورين اللي هو رفع الحصانه عن الدكتور فيصل مسلم النائب. نعم. فيصل مسلم ومع محور الكرامه والحريات والى اخره. كرامه المواطن، احنا لا نقبل اي مواطن ان تهان كرامته، لكن كلنا شاهدنا بالتلفزيون من الذي بدأ بالهجوم. اولا صاحب السمو امر بان لا تقام ندوات في الخارج، هم عصوا صاحب السمو ولم يطيعوا امره وعملوا الندوه، وكان هناك في تجمهر. رجال الداخليه حاولوا يتعاملون بشتى الطرق، بالادب، بالطيب، بحاولوا بالدبلوماسيه، ما اعطوهم اي وجه مثل ما نقول احنا بالكويتي، وتم نرفزه رجال الداخليه، حذفوا عليهم نعل عز الله السامع، حذفوا عليهم عقل طفايات، وبعدين قاموا هاجموا رجال الداخليه بالضرب. بس الكلام العكس، انه بيقول لك ان رجال الداخليه هم انهجم. شفناها بالتلفزيون، اترك التصوير المدبلج اللي عرضته قناه الجزيره وغيرها اللي تم دبلجته وقطع منه مقاطع كثيره. الذي بدأ بالهجوم مع الاسف اخواننا المواطنين على اخواننا رجال الداخليه، يعني رجال الداخليه هم اهلنا واخواننا، فيهم البدوي، فيهم الحضري، فيهم السني. نعم. هم اللي بدأوا في الهجوم، كانت رده الفعل داخليه. انا ابدي تحفظي على اللي صار، يعني بضرب النواب. نعم. بتعرض الدكتور عبيد الوسمي للضرب. كرامه المواطن، خلينا نكون صريحين يا اخ علي. اول مره رجال الداخليه يستخدمون هالشيء لما تحصل مباراه كره قدم ويتم فيها شغب. شلون تتعامل القوات الخاصه؟ تتعامل نفس التعامل اللي يتم عند النائب جمعان الحربش. الذين يحضرون المباريات هؤلاء ليسوا مواطنين. بس الفرعيات اللي صارت في العالم. لحظه بس خليني اوقف استاذ حسين. بثامر انت قبل شوي قلت كرامه مواطن، ابو علي يقول لك لا، في يعني تقصد لسمو رئيس الوزراء، وايضا القضيه ما صارت ان المتجمهرين في الندوه هم من تعدى على رجال الامن. طبعا قبل لا تبدأ القضية هذه كانت هناك قضية لرفع الحصانة عن الأخ النائب فيصل مسلم. نعم. والحكومة عملت بشتى الطرق حتى لا تحضر هذه. أنا راح على رفع الحصانة، بس أنا بقضية كرامة المواطن. أنا أتكلم. هذه قضية مهمة. نعم ما في شك. طبعا أنا أجل وأقدر سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنا كل قضية اتخذ فيها قرار نابع من البحث عن حقيقة. نعم. والوصول إلى قناعة معينة، لا أخضع لأي تيار أو أي جانب. اللي حصل من إهدار وضرب للمواطنين هذا غير صحيح لعدة أسباب. والمواطنين هم من تعدى على كلام لعدة أسباب. حسين. واحد، تفضل. قوات الأمن في كل دول العالم وخاصة العالم المتحضر والعالم الحر والعالم اللي يتعامل في أو يسلك المسلك الدستوري أو الديمقراطي. نعم. أنا بس بستميحك عذرا، راح أخليك تكمل، بس أنا عندي لأن اتصال هاتفي مع الوزير، معالي الوزير رضوان الرضان. معالي الوزير، يعني بعد هذا الاستجواب هناك أنباء ترددت عن تقديم الحكومة لاستقالتها، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شاكر لك وارحب فيك وفي ضيوفك الكرام. طبعا صرحنا قبل شوي كورونا ووضحنا ان هذا الامر عار عن الصحه، وان شاء الله الحكومه داشه واصله في خطواتها، واصله في تفنيد الاستجواب. نعم. واعتقد غالبيه الاخوه النواب الزملاء يعني كان ردود فعلهم واتضحت لهم الحقائق والدامغه اليوم في الشريط اللي عرض عليهم قبل الحكومه، وما عندنا هذا الكلام عار عن الصحه. واطمنك واطمن الجميع ان الحكومه ان شاء الله داشه، وان سمو الرئيس ان شاء الله سوف يحصل على التعاون مع غالبيه النواب. يعني لديك هل الجلسه القادمه في 5 يناير هي راح يصوت فيها النواب وليس الوزراء لعدم التعاون، هل تعتقد ان لديكم اغلبيه كافيه حسمتوا هذا الامر؟
والله حسب ما يعني شفنا من ردود فعل الاخوه النواب وكلامهم وايضا تصريحاتهم واقتناعهم اليوم، احنا على ثقه ان شاء الله ان الحكومه راح تمر في بر الامان وراح تحصل الغالبيه في التعاون. نعم. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي الوزير رضوان الرضان، شكرا جزيلا لك وعودة لك أبو ثامر. أعتذر المقاطعة ولكن راح نناقش أيضا قضية الحكومة وعدم التعاون، ولكن كنت أتحدث قبل قليل عن قضية كرامة الوطن وهدر الكرامات اللي صار، وبالتالي ما حداكم إلى تقديم هذا الاستجواب. ما في شك أن كل الدول المتحضرة تتعامل مع المظاهرات والشغب والتجمع كل حالة حسب الحالة. يعني التجمهر في الدول المتحضرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ضرب المتجمهرين، هذا واحد. اثنين، في حالة الوصول إلى درجة المظاهرات دائما الشرطة تدفع بأنها تدافع عن نفسها ولا تهاجم المتظاهرين. ثلاثة، في حالة الشغب وهي أرفع حالة اللي قد تصل فيها الإضرار بالمصالح العامة، حتى لو حدث شغب أو تلاحم بين رجال الأمن أو المواطنين أو المتظاهرين في تلك الدول المتحضرة، رجال الأمن يلتزمون الهدوء ويبتعدون قدر المستطاع عن مس أو ضرب المواطنين. وفي أسوأ الأحوال إذا وصلت الدرجة إلى وصول من قاموا بالشعب إلى الإضرار بالمصالح العامة، هنا تتحرك القوات إلى الدفاع عن الممتلكات العامة. اللي حصل ما في دفاع عن الممتلكات العامة، اللي حصل ذهبت وزارة الداخلية بنية خلق مشكلة، والأدلة كثيرة. أنا ما أبي أقول إن واحد رمى بريهة ولا رمى طفاية، رجل الأمن، وأنا بقول شيء بصرح عنه لأول مرة أصرح عنه، وهذه حتى الأخوة النواب ما يدرون عنه. لما حصلت 10 ندوات في يوم واحد، قبلها بيومين كلموني وزارة الداخلية ياخذون رأيي في هالموضوع، وبلغتهم قلت لهم يا أخوان أنتم الآن تتعاملون مع 10 مظاهرات، قد تحدث أي حالة اشتباك فراح تزعزع الأمن. الواجب عليكم أن تطبقون القانون بحذافيره. شلون نطبق القانون؟ خلوا سياراتكم بعيدة، لا تحتكون مع أحد. إذا في أحد سب أو شتم أو قذف أو أخطأ داخل الندوة، عندكم التسجيل، بإمكانكم بكل بساطة تستدعونه إلى النيابة أو الإدارة العامة للتحقيقات وتوجيه التهمة له. نعم. وأيضا كلمت أحد الوزراء وقلت له بيبلغ سمو الرئيس بأنه يتعامل مع المظاهرات بحكمة حتى ما تحدث أي مشكلة. وتمت 10 ندوات في نفس التوقيت وفي مناطق متفرقة ولم تحدث مشكلة واحدة حتى مخالفة الموضوعية. عفوا أبو ثامر، وزارة الداخلية لما اتصلت عليك بأي صفة؟ ياخذون رأيي كنائب شنو اللي راح يصير، يعرفون أن أنا لما أتناقش وياهم في بعض الأمور أتناقش من منطلق وطني، وكوني عضو في لجنة الداخلية. نعم. وكوني أحد الضباط السابقين فاستشفوا الرأي عن الندوات شو اللي راح يحدث. فقلت لهم يا جماعة تعاملوا مع الموضوع بهذه الصورة. فعلا لما تعاملوا طلعت الندوات بدون أي مشاكل. بس عفوا الندوات اللي تتحدث عنها كان حضورها جدا قليل، ما شفنا ناس كانوا موجودين بالخارج، وبالتالي هذا غير يعني اللي حصل بندوة الصليبيخات كان في ناس عدد 150 شخص متجمهرين في الخارج لأن المكان ما كفى. ولكن الندوات اللي تتحدث عنها ال10 ندوات لا، كان العدد جدا 20-30 شخص موجودين داخل الديوانية. بغض النظر احنا لما كان في اوامر لصاحب السمو حزتها، بس انا راح ارجع لك. بغض النظر هي الندوة لما تنعقد ما يبين وجود جمهور كثير ولا قليل. لما تنعقد نعم رجال الامن يتجهون يحسبون حساب وجود جمهور عدده كبيره وصغير. نعم. لكن ما حدثت ولا مشكله. لكن ندوه الاخ جمال الحربش في اسوأ الاحوال كان يجب على الداخليه. نعم. احنا الاستاذ حسين الفيلتشاوي اكل لك التقدير ولا كلكم اخواني، ولكن تعامل وزاره الداخليه في هذا
الاساس كان بامكانها تنتظر ربع ساعه نص نعم. ساعه، شنو المشكله؟ حتى ما تخلق ازمه في البلد نعم. ولا يتم خرق الدستور. اتوقف عند هالنقطه. يعني ابو علي ابو ثامر قال لنا وزاره الداخليه ذهبت الى تلك ندوه تصليبيخات بنيه خلق مشكله، والدليل ان في ندوات سابقه تكلموا مع ابو ثامر وشرح لهم الوضع، وبالتالي خرجت تلك الندوات بدون اي مشاكل تذكر. الا يعد يعني نتيجه اللي صار بهذه الندوه، ندوه تصليبيخات، انه ياكد كلام ابو ثامر ان وزاره الداخليه ذهبت بنيه خلق مشكله؟ لا ابدا، الندوات بالسابق ما كان هناك يوجد اوامر